عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أحلى سندوتش همبرجر. معايا طاسة على النار كده، دهنتها دهنة بسيطة من الزيت ونزلت عليها بالهمبرجر. الهمبرجر طبعا بتطلعيه من الفريزر، ما تسيبوش يفك، لازم تعمليه على طول وهو طالع من الفريزر كده يا جماعة. معايا بيضة حطيت عليها ملح وفلفل أسمر وهدوبهم كويس. وطبعا الهمبرجر احنا عاملينه في البيت ونزلته على القناة، بجد تحفة يا جماعة وهيعجبكم جدا جدا بجد. جربوه مش هتندموا. معايا بقى طاسة على النار، حطيت عليها كده قطعة من الزبدة ومعلقة من الزيت زي ما انتم شايفين كده، هنزل عليهم البيض. طبعا بص زي ما انتم شايفين الهمبرجر كده بيشوي مع نفسه، حاجه بجد عظمه وتحفه يا جماعه، جربوه مش هتندموا. معايا بقى كاتشب ومايونيز، ومعايا فلفل وطماطم. كان المفروض احط كابوتشي بس انا ما كانش عندي بصراحه، بس مش هنوقف حالنا يعني. زي ما انتم شايفين كده هنحط كده مايونيز وكاتشب زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنحط كده نص من البيض. بجد سندوتش هيعجبكم جدا واحسن وانضف من بره. اهو زي ما انتم شايفين كده، هحط بقى طماطم، بعد كده هحط الهمبرجر واقفل عليه بالبيض، وبعد كده هحط الفلفل زي ما انتم شايفين كده، وهحط برده فوق كاتشب ومايونيز. عملت بقى كده مع شويه بطاطس، بجد تحفه يا جماعه. شويه بطاطس كده وعصير او بيبسي الموجود عندك، متاح اي حاجه اعمليها. بص الجمال تحفه وطعمه كان خطير يا جماعه، بجد جربوه مش هتندموا. بصوا كمان من جوه هيبقى عامل ازاي، مستوي وتحفه يا جماعه. بصوا انضف واحسن من بره. لو اشتريتوه من بره هيكلفكم كام؟ يا رب الوصفة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.